السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. بقالي كتير ما تكلمناش مع بعض، بس أنا قلت النهاردة هطلع أتكلم معاكم. بس قبل ما أتكلم ونحكي وندردش قلت أفرجكم على حاجة لطيفة جدا. ده النادي الأهلي بس من فوق، أنا بصور لكم من فوق بانوراما من فوق. ده اللي موجود في التجمع، اللي هو النادي الأهلي الجديد. قمة في الروعة، قمة في التطور. ما شاء الله، الله أكبر عليك يا أهلي، ما شاء الله، الله أكبر. حاجة في قمة الروعة وقمة الشياكة وقمة الاهتمام كمان. فعلا هو نادي القرن، مهما تقولوا مهما تعملوا الأهلي يعني في السماء، مهما قالوا عليه ومهما سووا هيفضل هو النسر الكبير. النادي حلو جدا ومساحته كبيرة جدا ما شاء الله عليه. واللي عجبني قوي قوي فيه ان حريصين ان في بداية النادي يبقى فيه الجامع، الكل يقدر يمارس الرياضات بتاعته وهواياته. كل الحاجات اللي انت محتاجها موجودة جوه النادي بصراحة. يعني بتقعد بتبقى مش محتاج اي حاجة، كل الكافيهات موجودة، كل المطاعم موجودة، كل الالعاب اللي ولادك محتاجها، البحيرات، القعدات، حتى كمان البازارات بتبقى موجودة. مفيش انتهاك للخصوصية بتاعتك خالص. مفيش حد من بره بيدخل، لان الدخول على فكرة بتذاكر، والتذاكر غالية مش رخيصة، فمش هتلاقي فيه عشوائية. ما شاء الله عجبني جدا جدا. متنوع في القعدات بتاعته على البحيرات، حتى لو بعيد عن البحيرة في المطاعم مثلا، كله متنوع. الخدمة حلوة جدا، مجرد ما تطلب حاجة بتلاقي مليون حد واقف جنبك بصراحة. من اللي بيشتغلوا بيبقوا جري عشان يلبوا اللي انت عايزه، سواء كرسي ولا شمسية او اي حاجة مضايقاك او بالحاجات دي كلها. التشطيبات بتاعته روعة 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 بجد. امان جدا. حقيقي احنا كنا سايبين الولاد وبنتمشى في النادي، ما كانش فيه مشكلة ولا كنا قلقانين خالص. دي البحيرة ما هياش يعني عميقة قوي، يعني امان برضو. كنا قاعدين عليها وسايبين الولاد بنتحرك بأمان جدا، مفيش أي مشكلة. ده النادي طبعا أنا عايزة أقول لكم إن هو الاشتراكات مقفولة دلوقتي لأن فيها الثمن. ما أعتقدش إن هم هيقبلوا اشتراكات جديدة. ومش هقول لكم طبعا يعني اشتراك النادي كام، أكيد يعني يعني ملوش داعي، بس حقيقي هو يستاهل فعلا الرقم. الحاجة التانية بقى، أنا قلت إيه فرصة النهاردة عايزة أتكلم مع البنوتات الشابات، بناتنا وهم داخلين الجامعة دلوقتي. عايزة أقول لها من فضلك اختاري اللبس وانتي رايحة الجامعة، لأن مش أي لبس تقدري تلبسيه. اختاري اللبس الكويس اللي يناسب الجامعة. دي حاجة. الحاجة التانية، أصحابك لازم يكون في حدود معاهم من فضلك. ما تسلميش على حد بإيديكي. ممكن يبقى السلام مع زمايلك كده بقيقي من على بعضه، دايما تسيبي مسافة بينك وبين أصحابك. ما تحاوليش ان يبقى فيه قرب قوي. ده امان ليكي، وكمان ان انت تحطي لنفسك شخصية وتحطي لنفسك حدود. وانت ماشية في الشارع كوني حريصة، او حتى في الجامعة، ان صوتك ما يبقاش عالي. ما تضحكيش بصوت عالي برضو مهم جدا، لان انا نفسي لما بشوف بنت في الشارع او في مكان او في كافيه او في نادي والصوت عالي قوي، بقول ان في حاجة غلط، وفي البيت في حاجة غلط. الام كمان لازم تاخد بالها من الجزئية دي. لازم تعلمي بناتك ان احنا ما نضحكش بصوت عالي واحنا راكبين الاسانسير. من فضلكم لو لقيتي في راجل بس في الاسانسير ما تركبيش. اركبي الاسانسير، استني لما هو يطلع وبعد كده انتي اطلعي. ما تحاوليش لو حاجة وقعت منك في الشارع انك توطي بشكل مش لطيف عشان تجيبي اللي وقع منك. لا، انزلي على ركبك وهاتي حاجتك واطلعي. ما تديش فرصة لحد يشوفك من ورا. الحاجات دي مهمة جدا يا بنات. فانتبهوا وانتوا داخلين لعام دراسي جديد وجامعة جديدة، ان انتوا تعملوا لنفسكوا شخصية.
تظبطوا أموركم، الزمايل يعني زميل وما تعمليش صحوبية، ما تعمليش حتى البنات، تكوني حريصة جدًا إن أنتِ تتعاملي معاهم، ما تحكيش حاجتِك، ما تحكيش تفاصيل حياتِك ولا بيتِك ولا أي حاجة، ركّزي إن أنتِ رايحة عشان تتعلمي فقط، تستوعبي دروسِك، تحضري محاضراتِك، ما تتأخريش برّه بيتِك. نادي القرى. خلّصي الجامعة بتاعتِك لا، لا، وارجعي سوري بقى هنا. فورًا، ده ليكِ عشان أنا باقول الكلام ده ليه؟ أمان ليكِ، انتبهوا يا بنات انتبهوا.